السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام، ويعود وحيدا كأنه لم يختلط بأحد أبدا. ما تنسوش الدعاء لإخواننا اللي تحت الحصار، ربنا يثبتهم وينصرهم ويرحم شهدائهم. وبيبدأ فيلمنا النهارده مع شخص مجهول بيكون ماشي في حديقة وبيلاقي فار ميت، فبيشيله بالكيسة اللي معاه وبيمشي. وعلشان نعرف مين الشخص ده وإيه حكايته بنرجع بالزمن سنة واحدة لورا، وبنشوف واحد اسمه كابير بيكون في عربيته ومعاه ابنه الصغير دروف، ومستنيين بنته الكبيرة جانفي قدام الجامعة. وفي الوقت ده بيشوف جانفي بتسلم على 2 شباب وبتركب الموتوسيكل ورا واحد منهم علشان يوصلها، لكن كبير بيتضايق جدا ساعتها وبيفضل يضرب كلاكس العربية بقوة. وجانفي أول ما بتشوفه بتسيب صاحبها وبتروح تركب العربية فورا. العلاقة بقى بين جانفي وكبير مش بتكون علاقة أب وبنته خالص، إنما شبه علاقة الصحاب بالظبط. بتحكي له كل حاجة وبتعرفه إن الشاب اللي ركبت وراه ده يبقى حبيبها من غير ما تخاف، وبتطلب منه كمان إنها تسيبهم يروحوا هم يقضوا الأجازة في المزرعة، لأنها عاوزة تروح مع صاحبتها تشتري هدوم علشان الرحلة اللي هتطلع تبع الجامعة بعد كام يوم. بس كبير بيأجل الكلام في الموضوع ده لحد ما يرجعوا البيت، وبالفعل لما بيوصلوا بيفتح الموضوع تاني وبيوافق إن جانفي تروح الرحلة، وبيقنع مراته جيوتي كمان وبيعرفها ان جانفي مش صغيره وهو واثق فيها. لكن جيوتي بقى مش بتوافق غير لما بتقول لها تبعت لها لوكيشن بمكانها وتبعت لها ارقام اصحابها اللي هيبقوا معاها، فبتضطر جانفي ساعتها انها توافق علشان تروح الرحله. وبعدها بقى كبير بيقول لها ان الشرط الاساسي انها تروح الرحله دي هو انها تروح معاهم المزرعه يستمتعوا باجازتهم. وقتها بتوافق جانفي برضه، وبعدها على طول بيقعدوا مع بعض يتفرجوا على فيديوهات قديمه وهم مع بعض وبيكونوا مستمتعين جدا. تاني يوم بقى كبير بياخد اسرته وبيركبوا العربيه وبيمشوا في طريقهم لفيلا المزرعه، وبيكونوا مبسوطين جدا طول الطريق وبيضحكوا وبيهزروا. وفي نص الطريق بيقف كبير عند مطعم بيعمل اكل هندي قديم وبيدخلوا ياكلوا، بس لما الاكل بينزل مش بيعجب جانفي نهائي وبترفض انها تاكله. في الوقت ده كبير بيقوم يجيب كوبايه شاي علشان يشربها مع الاكل، بس الكاشير بيقول له انه مش معاه فكه ومش بيرضى يديله حاجه. في الوقت ده كان واقف جنبهم واحد اسمه فرانج وبيسمع كل حاجه، وبيقرر فرانج انه يشتري كوبايتين شاي وبيروح يحطهم على ترابيزه كبير، فبيشكره كبير جدا وبيطلب منه يجي يقعد معاهم بما انه قاعد لوحده. واول ما بيقعد فرانج بقى بنلاقيه مركز جدا مع جانفي، ولما كبير بيلاحظ بيقول له ان عنده بنت من نفس سنها وفي طريقه ليها، وبيبص بعدها على الطبق اللي قدام جانفي وبيعرف انها مش بتحب الاكل اللي فيه علشان دسم، فبيطلع من جيبه قطعه حلوى ساعتها يديها لها علشان تضيع طعم الدسامه. بس اول ما بتاكلها جانفي بتحس بحاجه غريبه جدا، والاغرب ان اول ما فرانج بيقول لها تاكل بتنقض على الطبق بتخلصه في ثواني وسط ذهول من كبير وجيوتي. وبعد ما بتخلص اكل بتبص لفرانج بنظره مليانه خوف وبتقول لابوها انها عاوزه تمشي وبتسيب الترابيزه وبتقوم. بس قبل ما يتحركوا بالعربيه فرانج بيروح وراها وبيخبطها على الشباك وبيديها كيس بسكوت وبيقول لها تاكله قبل ما تنزل من العربيه، وبيقول لها تبتسم. ساعتها جيوتي بتقلق منه وبتسال جانفي كان بيقول لها ايه، فبترد عليها وبتقول لها انه كان بيودعها. طول الطريق بقى بنلاقي ان جانفي لسه على نفس الابتسامه اللي فرانج قال لها عليها، ده غير انهم لما بيوصلوا الكل بينزل ما عدا هي، بتفضل قاعده لحد ما بتخلص البسكوت زي ما فرانج قال لها. بعدها بنلاقي دروف واخد السمكه بتاعته وبيروح يرميها في البركه اللي في الحديقه، وبعدين كبير بيوقعهم كلهم في حمام السباحه وبيقضوا وقت لطيف جدا مع بعض. بس جيوتي بتلاقي تليفونها اتغرق ميه وبتقرر تطلع وتاخد التليفون تحطه في علبه مليانه رز علشان تطلع الميه اللي فيه، وبتروح على اوضتها تنشف شعرها وبتبص على كبير والاولاد من البلكونه، لكنها بتتفاجئ ان فرانج واقف عند البوابه، فبتنزل بسرعه تنادي على كبير وبتعرفه، بس ما بيعديش ثواني وبيلاقوه دخل البيت وبيتمشى في الصاله. وقتها بيقلق كبير وبيطلع يشوفه عاوز ايه، فبيعرفه فرانج ساعتها انه كان في طريقه لبنته لكن تليفونه فصل شحن، وبيطلب من كبير ساعتها يرد له الجميل اللي عمله معاه من شويه. فبيتحرك كبير وبيديله الشاحن وبياخد الاولاد وبيطلع يغير هدومه، وبيسيب جيوتي تعمل له الحاجه اللي هو عاوزها. بس بيبقى مستغرب جدا لان جانفي قالت له ان هي اللي راحت فتحت له الباب، ده غير انها بتطلع تغير هدومها في ثواني وبتنزل تقعد معاه وبتفضل تحكي له عن حبيبها وانها هتسافر معاه لما يرجعوا بيتهم. في اللحظه دي بيرد عليها فرانج بنبره صوت غريبه كده وبيقول لها انه هياخدها معاه البيت، وبيقول لها انها لو وافقت هيعمل لها كل اللي تحلم بيه. وقتها جانفي بتبقى مصدومه ومش عارفه تقول له ايه، وفرانج عمال يضغط عليها، بس في الوقت المناسب دروب بيحدف الكوره عليهم علشان ياخد جانفي تلعب معاه، فبيتضايق فرانج ساعتها وبيقول لها تروح تلعب معاه بطريقه تخليه ما يقربش منها تاني. فبتسمع الكلام جانفي وبتطلع تركب المرجحه مع دروف وبتحركها بسرعه جدا، ومن شده الخوف دروف بيفضل يصرخ باعلى صوت
ومش بتسيبه ينزل غير لما ابوها وامها بينزلوا بسرعه يوقفوا المرجيحه. وبعد ما جيوتي بتاخد دروف وبتبعده عنها، فرانك بيأمرها تعتذر لكبير، وبالفعل قبل ما يخلص كلامه بتكون اعتذرت، لكن كبير بيبقى متضايق من اللي عملته وبيسيبها وبيدخل يطمن على دروف. بالليل بقى بيتجمعوا كلهم على العشاء، وفجأة فرانك بيتدخل في امورهم الشخصيه وبيعرف كبير ان بنته بتحب شاب معاها وهتروح معاه رحله، ومره واحده بيأمرها تكلم حبيبها في التليفون وتنفصل عنه، وبالفعل بتنفذ اوامره وسط صدمه من ابوها وامها. ده غير انه بيخليها تنفذ كل حرف بيقول لها عليه. في اللحظه دي كبير بيقلق على جانفي وبيقوم يشد فرانك من ايده وبيطرده، لكن فرانك بيأمر جانفي تمنع ابوها، وبالفعل بتفضل واقفه في وش ابوها بكل قوتها وبتبعده عنه. وقتها جيوتي بتسألها بتعمل كده ليه، فبترد عليها جانفي وبتقول لها انها مجبره تنفذ اوامره. هنا بقى بيقرر فرانك يعرفهم انه سيطر عليها بالسحر الاسود وهياخدها معاه بمزاجهم او غصب عنهم، وعلشان يثبت لهم انها تحت سيطرته فعلا بيخليها تفضل تقوم وتقعد كتير جدا، وبيخليها تعيط زي الاطفال، وبيقول لها ترمي نفسها في البركه وما تطلعش غير لما يقول لها. بس ساعتها كبير وجيوتي بيفضلوا مكتفينها بالعافيه. في الوقت ده فرانك بيبقى مستمتع جدا، وبعدين بقى بيجبر كبير وجيوتي يطلعوا تليفوناتهم، وبيخلي جانفي تكسرهم وتقطع سلك التليفون الارضي، وبعدها بيخليها تاكل شاي ناشف بطريقه غريبه جدا، ولما كبير بيمسك ايديها بتضربه بالقلم زي ما فرانك امرها، ودي كانت صدمه كبيره لكبير. بعد كده بيخلي جانفي تقعد تدلك له رجله، وبيتكلم مع كبير وجيوتي انهم يسمعوا كلامه ويسيبوا جانفي تمشي معاه، والا هيفضل قاعد لحد ما يخليها تخلص عليهم. وفي اثناء ما بيكون بيتكلم جانفي بتدوس جامد على ركبته فبيضربها بالرجل بقوه. وقتها كبير بيغضب جدا وبيهجم عليه وبيفضل يضربه بالبوكس في وشه. ساعتها فرانك بيؤمر جانفي تفتح دماغ اخوها. وقتها بيتصدم كبير وهو شايف جانفي بتخبط دماغ ضروف في الترابزين بتاع السلم، وفي نفس اللحظه دي بنلاقي الشرطه بتضرب الجرس، فبيجبرهم فرانك ساعتها يمثلوا انهم مش سامعين حاجه لحد ما يدخلوا. وبيعرف فرانك ساعتها ان جيوتي هي اللي بلغت الشرطه، وهنا بتضطر جيوتي تقول لهم ان ابنها كان بيلعب بالتليفون، فبيطلب منها الشرطي تجيب له التليفون، فبتدخل جيوتي على المطبخ تطلعه له من علبه الرز، وبنعرف انهم مش قادرين يتكلموا لان فرانك مخلي جانفي قاعده على انبوبه غاز مفتوحه والكبريت في ايديها. وقبل ما الشرطي بيدخل يفتش البيت بتطلع له جيوتي وبتوري له التليفون، فبيطلب منها ساعتها ينادوا على ابنهم علشان يحذروا انه يعمل كده تاني، بس دروب بيتاخر على ما بيطلع وبيفكروه نايم وبيمشوا من البيت. بعد ما بتمشي الشرطه بقى بيقرر كبير يريح نفسه ويطلع يجيب كل المجوهرات اللي في البيت وبينزل يديها لفرانك علشان يسيبهم ويحرر جانفي، فبيوافق فرانك وبياخد الشنطه وبيمشي، لكنهم بيتصدموا ساعتها ان جانفي لسه زي ما هي، فبيجري كبير بسرعه ورا فرانك وبيتفاجئ انه واقف قدام الباب وبيولع في الذهب، وبيقول له بكل قوه انه مش بيدور على المال انما عاوز القوه، وبيعرفهم انه هياخد بنته زي باقي البنات اللي خطفهم ويقدمهم قربان للشيطان مقابل قوه عاتيه محدش يقدر يقف قدامها. وبيدخل يقعد بكل هدوء بعدها على الكنبه، وبيخلي جانفي تضرب نفسها بالقلم بكل قوتها، وكمان بيديها التليفون وبيخليها ترقص ساعات طويله لحد ما بتتعب وما بتبقاش قادره تاخد نفسها. جيوتي بتروح تجيب لها ميه علشان تشرب، فبيأمرها فرانك ترمي الميه وبيخليها تمسك سكينه، وبيقول لها تموت امها لو ما اتحركتش من مكانها لو فضلت واقفه لحد ما يعد ال10. وقتها بتسمع الكلام وبتطلع الاوضه، ولما بتطلع بتقول لكبير انه هينام وجانفي واقفه بتحرسه، فبيقرر ساعتها انه ينزل علشان يموته، لكن جانفي بتبقى تحت سيطره كامله لفرانك، وفي نفس الوقت بتبقى خايفه تاذي ابوها، ولما بتلاقيه بيقرب اكتر بتعمل حمام على نفسها من شده الخوف، فبيضطر كبير ساعتها انه يلغي خطته. ولما جيوتي بتعرف من كبير اللي حصل بتجيب لها هدوم بسرعه وبتنزل تغير لها الهدوم المبلوله، وفي نفس اللحظه بيقرر ينط من الشباك على الحديقه علشان يموت فرانك قبل ما جانفي توصل له. بس في الوقت ده جيوتي بتغضب من الحاله اللي بنتها فيها وبتشد من ايديها السكينه بقوه وبتهجم على فرانك، لكنه بيقدر يوقع السكينه من ايديها بعيد، فبتسيبهم جانفي وبتروح تدور عليها، في حين ان كبير بيفضل ماسك في السور وبينزل عليه واحده واحده. بس اول ما بيلاقي جيوتي خانقه فرانك بينط على الارض وبيدخل يبعد جانفي عنها لانها لقت السكينه وكانت هتخلص عليها، وبيسيب جيوتي تكسر الترابيزه على فرانك وبتضربه بقوه لحد ما بيقدر انه يكتف جانفي وبيربطها من ايديها، وعلى طول بيهجم على فرانك بيوقعه على الارض وبيفضل يضرب فيه بمنتهى القوه، بس فرانك بيقدر يخليه يسيبه بالعافيه، وده لما بيخلي جانفي تضحك بطريقه هستيريه بلا توقف، وبيعرفوا ساعتها انه لو موته هتفضل جانفي على الحاله دي للابد. ساعتها كبير بيضطر يبعد عنه، اما فرانك فبيقرر ينتقم منهم على اللي عملوه فيه، وبيخلي جانفي تاخد سكينه وتطلع تخلص على دروف، لكن كبير وجيوتي بيطلعوا وراها وبيكتفوها في المطبخ وبتضربها جيوتي بالقلم تفوقها وترجعها لطبيعتها، بس للاسف بتكون دي خطه فرانك عاملها علشان يأمنوا لها، ومره واحده بتغدر بيهم وبتقفل الباب بالمفتاح وبتجري، وعلى طول بتروح لدروف اوضته لكنها بتتفاجئ انه مش موجود. وقتها بتفضل تدور عليه في البيت كله زي المجنونه لحد ما بتسمع
بتسمع صوته بيستنجد بأمه فوق السطح، فبتروح تمسك مطرقة وبتفضل تكسر بيها الباب. وفي اللحظة اللي كبير وجيوتي بيفتحوا الباب فيها بيعرفوا ان جانفي مسكته، فبيجروا عليها بسرعة وبيبقوا عاوزين يمسكوها قبل ما توصل له، بس للأسف بتكون هي خلاص طلعت وراها على السلم وبترشق السكينة في ايد كبير وبتشيل السلم قبل ما يطلع عليه، وبتقرب على دروب بسرعة وبترميه من فوق البيت. بس كبير بيجري بأقصى سرعة وبينزل للحديقة يلحق دروب على آخر لحظة. في الوقت ده بقى كبير بييأس وبيقرر انه يسيب جانفي تمشي مع فرانك، وبعدها على طول بيخلي جيوتي تاخد دروب وبتجري بيه على المستشفى. بس كبير بيرفض انه يسيب بنته تروح من ايده، وبيدخل يجهز نفسه علشان يروح وراهم، وبياخد عجلة وبيروح بسرعة بيت واحد صاحبه. وبنعرف ساعتها انه لما نزل من شباك الحديقة لقى تليفون فرانك محطوط في جنب، فافتكر الرمز اللي فتحه فرانك قدامه في المطعم وبعت رسالة لتليفون صاحبه علشان يقدر يوصل للمكان. ودلوقتي بقى بيلاقي الموتوسيكل بتاع صاحبه، فبياخده علشان يلحق فرانك قبل ما ينفذ خطته. وفي نفس اللحظة بيكون فرانك وسط جيش من البنات اللي عنده وبيجهز نفسه علشان ينفذ خطته، وبيخلي البنات تملى فتحة بالحطب وبيولعوا فيها، ولما بتولع بيجمعهم كلهم تحت تمثال الشيطان، وبيقول لهم انه هيرمي تماثيل سودا في النار، وكل ما يعمل كده يقربوا من النار اكتر، وفي النهاية هيرمي تمثال احمر وبعدها كلهم يرموا نفسهم في النار. وبعدها بثواني بيبدأ في تنفيذ الخطة. في الوقت نفسه بقى بيوصل كبير، بس للأسف بيلاقي 2 بنات واقفين حراسة على القصر وبيهجموا عليه بكل قوتهم، لكنه بيقدر يخلص عليهم وبيدخل بسرعة علشان يوقف فرانك. بس للأسف بتطلع بنت تانية من وراه بمجرد ما بيدخل وبتضربه بخشب على دماغه وبتوقعه على الأرض. ساعتها خلاص كان قرب فرانك ينهي الخطة، لكن بكل غرور بيخلي البنات يجيبوه يرموه تحت رجليه، وبيفضل يذله وبيخليه يتفرج عليه وهو بيوصل لهدفه. لكن عند اللحظة الأخيرة بيتمرد كبير وبيقطع لسان فرانك بالسكينة اللي جانفي رشقتها في ايده، وبيمسك لسانه بيرميه في النار. وقتها كل البنات بيهجموا على كبير وكانوا هيموتوه، لكن حتى دي كان كبير عامل حسابه ليها. وبنعرف انه كان صور فرانك لما قال له انه هيحرر بنته لو سابه ياخدها، وفي الوقت ده استخدم التسجيل ورجع كل البنات لطبيعتها وحررهم من سيطرة فرانك. تاني يوم بقى بيتنقل كبير للمستشفى ومعاه جانفي، وبتجيلهم شرطية تعرفهم انهم رجعوا كل البنات لأهلها، وبتشكره انه قدر ينقذ حياة 57 بنت. بعد سنة بقى من اللي حصل بنعرف ان الشخص الغامض اللي شال الفردة يبقى كبير، وبنلاقيه نازل القبو اللي بيبقى حابس فيه فرانك من وقتها، وبيكون جايب له الفر والشاي الناشف ياكله، وبيجيب الفاكهة يرميها على الارض بعيد عنه، وبيفضل يذل فيه وبيقول له انه هيفضل طول عمره ينتقم منه على اللي عمله فيهم في يوم واحد بس. وبكده بينتهي فيلمنا النهارده. ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصل لك كل ملخصات HD فيلم.